حقيقه ليها بصمه حلوه جدا. انا مش شايفه اي مسلسل بالذات يخص المراه كان في اي حاجه مش حلوه او سيناريو وحش او اخراج مش كويس. حقيقه اخراج وتمثيل وتاليف واضاءه وتصوير وكله على مستوى عالي جدا ومشرف. هتطمنينا على صحه الفنان طارق عبد العزيز والفنان احمد الحمد ابراهيم؟ لله كويس جدا جدا ومفيش اي حاجه، وكبروا المواضيع جدا. هو داخل يعمل تشيك اب وكان متفق معايا ودخل عمل تشيك اب، لقيت الدنيا اتقلبت. هو راجل بيعمل تشيك اب بس مش اي حاجه عنده خالص، هو زي الفل على فكره. الجمهور عايز يطمن عليك بعد ما قلب رامز جلال، يعني ايه اللي لا حصل؟ احنا تمام، الموضوع ما كنتش عارفه. خوفي كله كان على خمني حسام. الصراحه. خوفي كله كان على حسام. حسام عرف ساعتها على فكره، مش قبلها. كان كانوا عارف، مخبيين عليه برضه عشان ما يقوليش. عرف قبلها عرف ساعتها. قالوا له كده يعني تسريبه وهو هناك، فما كانش عارف يقول لي حتى. فانا اتفاجئت يعني. من وجهه نظرك ايه القضايا المهم ان احنا نناقشها في مسلسلات رمضان؟ طبعا القضايا الاسريه فيها مشاكل كتير جدا، وساعات حقوق المراه بتتاخد، وساعات بيكون في، طبعا مش كل الرجال، طبعا في رجال بتبقى مظلومه، لكن بتكلم على الرجال اللي ممكن تظلم المراه حاجات كتير جدا بعد عشره عمر طويله، انه يترمي، انه ما يشتغلش ويسيبها هي تشتغل وتتبهدل. احنا عندنا في المجلس على فكره ما بنسيبش اي ست بتلجأ لينا ونعرف ان عندها مشكله لغايه ما نحلها لها للاخر، نحلها حتى لو في الصالح، يعني ممكن نرجعها لجوزها بس بشروط. يعني فهماني، مش لازم يعني يبقى مجلس قومي هنطلقها، لا بالعكس، احنا بندافع عن الاسره المصريه قبل المراه المصريه، المراه والاسره. طب وكمشاهده شايفه ايه ابرز القضايا اللي طرقت في المسلسل؟ حقيقه برضو المسلسل بتاع تحت الوصايه كان من المسلسلات القويه جدا في مناقشه المراه، وبرضو كله انا شايفه كله، يعني ياسمين وريهام وكلهم كانوا عاملين شغل حلو قوي، يعني كله بيمس قضيه شكل. شكرا.